حبايبي متابعين أسيرة الشيطان، للأسف الشديد كاتبتنا الجميلة دينا جمال لسه ما وافقتش إن أنزل الموسم الثالث. عشان كده أنا مضطرة إن أنا أوقف الرواية دلوقتي، لأني طبعا ما أقدرش أعملها من غير موافقتها. لكني جايبه لكم رواية حلوة جدا وهتعجبكم جدا جدا جدا، وهتتعلقوا بأبطالها زي ما اتعلقتوا بجاسر ورؤى. اسمها ذات الوجه الدميم، وانا اوعدكم اني هفضل ورا الكاتبه دينا جمال لحد ما توافق ان انا انزل الموسم الثالث، وان شاء الله اول ما تديني الموافقه هعمل لكم الموسم الثالث. بس انتوا تابعوا الروايه الجديده وهتعجبكم برضو. ويلا بينا نبدا الحلقه، بس الاول نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بصدمه: انتي حامل؟ هزت راسها بسرعه وهي حاطه ايديها على بطنها ودموعها بتنزل وبتقول بصريخ: ابني حصل له ايه؟ بصت له برجاء ودموعها بتنزل بخوف ان يكون ابنها حصل له حاجه. هي كانت هتطير من الفرح لما عرفت انها حامل، بالرغم اللي عمله الاحمق اللي واقف قدامها، لانها لسه بتحبه. هي بس زعلانه منه لكنها بتحبه. عشان كده قالت لابوها انها عايزه تشتغل في الشركه عشان تغيظه وكمان تشوفه، لان غلب شوقها غضبها. شافته وهو بيقرب منها وبيقول ببرود: الجنين بخير ما تقلقيش. وسعت عينيها من الصدمة وقالت بذهول: انت عرفت ازاي؟ قال لها عمرو بحزن: انا اللي عايز اعرف ليه خبيتي عليا، هو ده مش ابني انا كمان؟ ودت وشها بعيد وهي دموعها بتنزل وقالت بعتاب: ابنك اللي شكيت في امه واهنتها، اللي سمعتها كلام مهين، اللي كنت بتشكك في شرفها وسمعتها كلام زي السم. مد ايده ومسح دموعها وقال بألم: انا بحب طيبتك وعفويتك، حتى غرورك وطولة لسانك بحبهم. كنت بتعلق بيكي يوم ورا يوم، مهما حاولت ابعد نفسي عنك ما كنتش بقدر. قلبي غصب عني بدأ يدق ليكي. ما كنتش عايزة احبك عشان كنت فاكر انك مستحيل تحبيني. انا كنت بأذي نفسي مش بأذيكي. كل كلمة كنت بقولها لك كانت بتكوي قلبي. كنت عايزة أكره نفسي فيكي بأي طريقة، فعشان كده كنت عايزك تكرهيني. وكمل عمرو بندم: أنا بحبك يا روان. وابتسم عشان يطمنها وقال: وما تقلقيش الجنين بخير. لما تعبتي عملولك تحاليل دم قبل ما يعملوا اي حاجة، والدكاترة قالولي انك حامل، عشان كده استخدموا بدايل بدل غسيل المعدة. معرفش بصراحة هم عملوا ايه، بس شاكرين جدا لانك بقيتي كويسة. وقام من على السرير قدامها وكان خارج بره الأوضة عشان يسمعها بتقول بصوت مخنوق من العياط: انت حمار وما بتفهمش، عشان لو بتفهم كنت حسيت بحبي ليك، ودلوقتي برضو بتكرر الغلط. رايح فين وسايبني ليه؟ رجع لها بسرعة وحضنها جامد عشان يسمعها وهي بتقول: بحبك يا حمار. ابتسم وقال بعشق: بعشقك يا قلب الحمار. ومسح دموعها وهو بيقول بجدية: انا رديتك لعصمتي. قالت بغرور وثقة: انت الطول اصلا انك تردني، انا بس اللي نفسي حلوة. ضيق عينه وهو بيجز على اسنانه بغيظ من لسانها السليط وقال بضيق: يا بنت انت بقى اعمل ايه بس عشان اخلص من لسانك اللي اطول منك ده؟ بعدت عنه وهي بتقول: يا عم روح اتملح في برطمان مخلل، انت بقى اصلا ياض. وسعت عينه بصدمة وهو بيقول بذهول: اتملح وبق وياض. ورفع ايده وهو بيقول بحسرة: منك لله يا روان يا بنت ام روان. عشان في اللحظة دي الباب يتفتح بعنف ويدخل صلاح وهو بيبص لهم بحدة. لما شافهم قريبين من بعض خرج مسدسه من جيبه وهو بيقول بغضب مصطنع: شرفي، العار ولا الطار، قصدي الطار ولا العار. انتفض عمرو وهو بيبص للمسدس بذعر وقال بسرعة وهو رافع ايده باستسلام: عار ايه بس يا عمي، دي مراتي، انا رديتها والله العظيم رديتها. ضيق صلاح عينه بغيظ وقال بغضب وهو بيشد على اجزاء السلاح بتاعه: لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم. يا معلم حنفي، قصدي يا صلاح باشا، اهدى بس وانا هفهمك. بابا خلاص يا حبيبي، هو اعتذر وانا سامحته. قالتها روان وهي بتبتسم لابوها عشان يبتسم لها هو بحنان وهو بينزل مسدسه وقال بمرح: خلاص هتنزل المرة دي، لكن المرة الجاية لا يمكن تنزل ابدا. ضحكت روان وضحك صلاح معاها وعمرو بيبص لهم بدهشة وذهول وقال بحسرة: البس يا معلم، دي شكل العيلة كلها مجانين. قعدت على المرجحة في جنينة بيتهم الواسعة وهي بتشم الهوا وبتبتسم ابتسامة حزينة من أول ما زارتها لينا وهي بتاخد أدويتها بانتظام وبتسمع كلام الدكاترة من غير اعتراض، لأنها عايزة تتحسن في أسرع وقت، لأن كلمة لينا مأثرة فيها إنها تستحق إنها ترجع زي ما كانت. حست بيه، هو الوحيد اللي بتعرفه من غير ما ينطق،
قالت بمرح ما تحاولش تخضني عشان انا عارفة انك هنا. زم شفايفه بضيق كطفل صغير وقعد جنبها على المرجحة وقال بتذمر عرفتي ازاي ان انا هنا؟ ابتسمت وقالت بخجل بحس بيك، انت الوحيد اللي بعرف انه موجود اول ما بتقرب مني. جت على شفايفه ابتسامة حنان وبصلها بحب عشان يلاقيها بتمد ايديها، فمدلها ايده بسرعة فلقاها بتقول بحماس قوم يلا عايزة اتمشى في الجنينة. ضحك وهو بيقوم معاها وحط ايده على كتفها ومشي معاها. كان بيحاول على قد ما يقدر انه يضحكها، فحكالها على ذكرياته. مرة وانا صغير خالي الله يرحمه قال لي قوم يا جاسر هاتلي مية، قلت له لا ومرضتش اقوم، فلقيته بيقول لي ايه انا سمعت انك بتجري بسرعة ده صح؟ فرحت قايل له بنفخة صدر ايوه طبعا ده انا سريع جدا. راح ضاحك وقال لي طب وريني هتعرف تجيب لي مية قبل ما اخلص عد الرقم 10 ولا لا؟ قبل ما يبدأ عد كنت جريت على المطبخ جبت له كوباية المية وجيت بسرعة، بس الابتسامة اللي كانت على وشه لما خد مني المية حسستني ان انا بديل وودنين. مش ممكن يا جاسر، انت طفولتك كلها مصايب. طب اسمعي دي كمان، وانا لسه في اولى جامعه كنت شغال بالليل كول سنتر في شركه، فكنت بروح في ميعاد محدد، وفي يوم رحت متاخر ولقيت المدير واقف لي. دخلت للشركه ورايح لمكتبي عشان الاقي رئيس المباشر واقف قدام المكتب وبيبص لي بغضب. ابتسمت وقلت له مساء الخير يا فندم. راح قايل لي بزعيق وهيجي منين الخير والبي جاي الساعه 10 الشغل. رحت قايل له طب ما انت جاي من 8 وما شفناش منك خير وانا مش بتكلم. وكمل بمرح وهو بيلعب في شعره باحراج بس يا ستي واترفدت عادي يعني. حرام عليك مش قادرة، ده انت مصيبة متحركة. يا مجنون، صرخت بيها رؤى لما شالها جاسر مرة واحدة وهو بيقول بمرح انا مصيبة ومجنون وبحبك. عليت ضحكتها وهي حاسة نفسها في الهوا وهو بيلف بيها في سعادة. عدى ايام كتير باحوال مختلفة على كل ابطالنا. في بيت عمرو صحي مفزوع على صوتها وهي بتصرخ بألم الحقني يا عمرو قوم يا عمرو. انتفض من الفزع وهو بيقول بقلق ايه في ايه مالك؟ حطت ايديها على بطنها وهي بتقول بألم مصطنع مش عارفة حاسة اني هولد. ضيق عينه وهو بيبص لها بغيظ وقال بحدة اشد في شعري ولا اقطع هدومي؟ حرام عليكي يا بنتي هتجيبيلي السكر. انا اعرف ان في ستات بتولد في السابع او الثامن او التاسع، انما في التاني جديدة دي الصراحة. وسعت ابتسامتها على وشها وسبلت عينيها وقالت له ببراءة مصطنعة ما هو بصراحة بقى انا زهقانة ومش لاقي حاجة اعملها وانت نايم وسايبني. اتمدد على السرير وودى وشه الناحية التانية وقال ببرود يا تنامي يا تقومي تذاكري. في لحظات حس بيها بتنزل تحت الغطا وسمعها وهي بتعترض وتقلده بسخرية يا تنامي يا تذاكري اوف بقى. ضحك بصوت واطي وهو بيغمض عينه وبيحاول ينام. معداش دقايق الا وسمعها وهي بتنادي عليه عمرو يا عمرو اصحى يا عمرو. فتح عينه واتنهد بضيق وقال عايزة ايه يا روان؟ يا عمرو انا زهقانة، انا طول النهار نايمة وانت في الشغل وما بترجعش غير عن النوم، قوم اتكلم معايا شوية. وكملت بحزن انت بقيت تتصرف زي بابا في الاول. قام من على السرير وبصلها وابتسم لها بمرح تعالي يلا حليب يا لبن. ابتسمت وهي بتسقف بحماس ووقف قدام السرير مديها ظهره علشان تلف دراعها حوالين رقبته. شالها وهو خارج بره الأوضة وهو بيقول بتعب خف نفسك يا قلبي ظهري اتكسر. حطها على الكنبة قدام التلفزيون وغاب شوية وراح المطبخ ورجع بطبق كبير مليان فشار. مسك الريموت وفتح التلفزيون وجاب فيلم كوميدي عشان تسند روان براسها على كتفه وهو لف ايده حوالين كتفها. بدأوا يتفرجوا على الفيلم واندمجوا في الفيلم وهم بيضحكوا. وعمرو كان مراقب تعابير وش روان وكان بيبتسم لما بيشوف ضحكتها العفوية. مسك الريموت وقفل التلفزيون فقالت بتذمر قفلته ليه يا عمرو؟ روان انا عايزه اسالك سؤال بس تجاوبيني بصراحه. هزت راسها وهي بتبتسم بتوتر لان نبره صوته قلقتها. انتي مبسوطه معايا؟ يعني في فرق كبير بين المستوى اللي كنت عايشه فيه مع والدك وما سابتوش يكمل كلامه عشان تحط ايديها على بقه وهي بتبتسم بحب وتقول انا مبسوطه اكتر مما تتخيل، بس في فرق كبير بين عيشه القصر وعيشه الحاره. انا مش عايزك ترجعي تندمي بعد كده. عمري ما هندم يا عمرو، عيشة القصر اللي بتقول عليها دي عيشة فاضية باردة ما فيهاش دفى ولا روح، ما فيهاش ناس، جنة فاضية. صدقني الشقة الصغيرة دي أحلى وأدفى 100 مرة من القصر الكبير. هنا في حياة، في دفى، في ناس بتحس إن قلبهم على قلب بعض، في جيران بيودوا بعض. عارف طنط المروءة اللي تحتنا
كل يوم بتطلع تطمن عليا هي وحلم مرات عاصم. ناس طيبين غلابة ما يعرفوش ينافقوا، ملهمش في البيزنس والفلوس، بيدوا من غير مقابل. كفاية انت واهتمامك وحبك ودلعك ليا. بتحبني عشان روان مش عشان فلوس روان. رفضت تبقى مدير الشركة مع ان بابا ألح عليك كتير، وفضلت في وظيفتك اللي وصلت لها بتعبك. انت عملة نادرة يا عمرو. اقول لك حاجة، انا بحبك من قبل ما انت تعرف او تشوفني حتى. بصلها باستفهام عشان تبتسم بشقاوة وتقول بمرح بصراحة بقى انا كنت معجبة بيك بقالي كده حوالي سنة وزيادة. كنت باجي الشركة عند بابا مخصوص عشان اشوفك. يا لهوي عليك تقيل تقل، الرجل الغامض بسلامته. ضحك من كلامها وعفويتها الصادقة اللي بتداعب اوتار قلبه، وقال لها بحب بحبك يا مجنونة. بصت له وهي بتبتسم بخبث وبتشاور على مناخيره وبتقول له ببراءة عمرو في حاجة في مناخيرك. اتنهد بضيق وهو بيقول يخرب بيتك عيلة فصيلة، وحط ايده على مناخيره عشان تفاجئه انها ضربته ضربة قوية على مناخيره بعنف. وضحكت روان وهي بتجري من قدامه وهو بيقول لها بتوعد روان خدي هنا يا بت وحياة امك لعلقك. اما عند عاصم وحلم فاتنقلت حلم لشقة عاصم بعد ما باع عاصم عزال الشقة كله، اشترى غيره عشان تحس انها شقتها هي. وكمان هو مش عايز اي حاجة تفكره بالحية اللي دمرت حياة اخته وقتلت ابنه. ابتسم بحنان وهو واقف بعربيته تحت البيت لحظات وهيشوفها. هو بقى بيحب يرجع للبيت بسببها، مراته المجنونة. كل يوم حلم بتعمله مفاجأة جديدة. منسيش ابدا الساري الهندي اللي كانت لابساه ووقعت على وشها مرتين بسبب طوله، ولا العباية الفلاحي اللي كانت غرقانة فيها بسبب وسعها عليها. ضحك بخفة وهو بيدخل الشقة عشان يلاقي الشقة غرقانة في بحر من الظلام. قال بقلق هي الدنيا ضلمة ليه كده؟ النور مش قاطع يعني؟ وسعت عينه بذعر وهو بيقول لا تكون عاملة راية وسكينة النهاردة. بدأ ينادي عليها حلم يا حلم انت فين يا حبيبتي؟ كفايه مقالب يا قلبي، انا شعري قرب يبيض بسببك. لفت نظره نور اوضه النوم منور. دخل لقى الاوضه متزينه بالورود والشموع، الاكل محطوط على ترابيزه صغيره وريحه عطرها بتملى الاوضه. دور بعينه عليها لكن ملهاش اثر. لفت نظره اللي على السرير، قرب عشان يلاقيه حذاء طفل صغير رضيع. مسكه وهو مستغرب عشان يشوف ورقه صغيره كانت تحت الحذاء. فتحها ولقى مكتوب فيها كانت احلامي بعيده صعبه المنال، عشت اسم من غير مسمى لحد ما شفتك وجمعنا القدر من جديد. كنت كحلم ذبيح بيلتقط أنفاسه الأخيرة عشان يحيا من جديد ما بين إيديك، وبدأ الحلم من جديد. حلمنا هيجمعنا من غير فراق، حلمك وحلمي السعيد. بحبك يا عصومي، بحبك يا بابا. الكلمة دي بيقولها لك ابنك اللي في بطني. نزلت دموعه من الفرح، كان بيضحك وبيعيط في نفس الوقت. بص حواليه عشان يشوفها بتدخل من باب الأوضة وهي لابسة فستان أبيض بسيط شبه فساتين الفرح. قرب منها وحضنها جامد وهو بيبتسم وبيعيط، حاسس ان قلبه هينفجر من السعادة. بعدها عنه وقبل راسها وإيديها. هو بيبصلها بابتسامة وقال بعشق بحبك يا حلم، يا أجمل حلم اتحقق في حياتي. في السابع يا نرمين، قالها جاسر لنرمين أخته وهو بيضحك وشايل ابن أخته الصغير، وكان بيبصله بحنان. وياسر واقف جنب سرير نرمين بيبص لجاسر بغيظ وضيق طفولي. واضح كده انه هيبقى خلقه ضيق، ده ما استحملش يكمل شهرين كمان. طالع لخاله. ياسر بتذمر قصدك طالع لابوه اللي انت مش راضي تخليه يشيله ده. بص جاسر بجنب عينه لياسر ببرود وقال بس يا بابا، ورجع يبص لنرمين بحنان وقال ربنا يبارك لك فيه يا حبيبتي، هتسميه ايه بقى؟ جاسر، نطقتها وهي بتبص لاخوها وبتبتسم بحنان. وسعت ابتسامته وبص لياسر بتهديد وقال بتوعد حسك معترض. هز ياسر راسه بالنفي بسرعه وقال برجاء لا والله بس اديهولي اشيله. ضحك جاسر بمرح واداله ابنه الصغير برفق. شاله ياسر بحنان وبيبصله وهو بيردد اسمه جاسر، ياسر شريف راضي، عشان تختفي ابتسامة ياسر وهو بيقول بتذمر اسم وحش قوي. بصله جاسر بحدة عشان يبتسم ياسر ببلاهة ويقول بسرعة انا قصدي على اسم يا باشا، مش لايق ورا اسم سعادتك طبعا. ضحك جاسر بمرح غصب عنه وقضى وقت لطيف مع اخته وجوزها. ابتسم لما جه في باله اللي حصل من كام ساعة. كان جاسر في شغله واتفاجئ باتصال من ياسر وهو بيصرخ بقلق بيقول له ان نرمين بتولد. ما حسش بنفسه غير وهو بيجري عشان يروح لها. فاق جاسر على ضحك نرمين وياسر مع بعض وشايلين ابنهم. استأذن منهم ومشي.
وقف بعربيته قدام مدافن العيلة ونزل منها وأمر الحرس بتوعه إنه محدش يجي وراه. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وقف قدام قبر أبوه وأمه، قلع نضارته وهو بيبص للقبر وبيبتسم بحزن. وحشتوني قوي، ربنا يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته. انا جاي النهارده اقول لكم خبر حلو. البت نرمين خلفت، جابت جاسر. فاكره يا امي لما كنت بتقولي لو نرمين خلفت ولد لازم تسميه جاسر، وان انا لو خلفت بنت لازم اسميها نرمين؟ ربنا يرحمكم يا رب ويسكنكم فسيح جناته. ورفع ايده وقرا لهم الفاتحه وبص بص اخيره على القبر وهو بيفتكر حنان امه وعطف ابوه عشان تنزل دمعه حزينه من عينيه. مسحها بسرعه وركب عربيته ومشي عشان يرجع لبيته. في الطريق جاله مكالمه من الدكتور اللي عمل لرؤى عمليه القلب والمسؤول عن حالتها. فتح الخط وقال بهدوء: خير يا مختار. الدكتور بسعادة عشان عارف ان الخبر اللي هيقوله له هيكافئوا عليه مكافأة حلوة. جاسر باشا، اخر اشعاعات وتحاليل اتعملوا المدام رؤى بيقولوا ان خلاص القلب استقر في مكانه بشكل كامل، مش محتاجة تاخد الادوية تاني. عليت دقات قلبه بفرحة وابتسم ابتسامة واسعة، كان عايز يصرخ زي الطفل الصغير اللي اخد جايزة. قال بفرحة للدكتور: بكرة الصبح هيكون في حسابك 1,000,000 جنيه. الدكتور كان هيجيله سكتة قلبية من شدة الفرحة. بدأ يشكره بشدة وسعادة لدرجة ان جاسر قفل التليفون في وشه وهو بيقول بضيق: خرمت طبلة ودني. وسعت ابتسامته وهو بيفتكرها وهو بيقول لها الخبر ده. اكيد هتطير من الفرح. وصل لبيته وجري بسرعه وطلع لاوضتهم وفتح الباب جامد عشان يلاقيها بتلتفت ناحيته وهي بتقول بضيق: نفسي مره تخبط قبل ما تدخل. سيطر على دقات قلبه وهو بيقرب منها وقعد قدامها على السرير. كان بيتنفس بصعوبه من سرعه دقات قلبه. مسك ايديها وهي بتبصله باستفهام عشان يقول بفرحه: قلبك 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 بقى بخير. رؤى انت بقيتي كويسه، بقيتي كويسه، بقيتي كويسه، والله بقيتي كويسه. شاف ملامح وشها المندهشه المصدومه وهي بتصرخ وبتقول بفرحه: انا بقيت كويسه؟ يعني خلاص خفيت؟ يعني هينفع اخلف مش كده؟ عشان تختفي ابتسامتها وهي بتقول بحزن: اخلف؟ استغرب من حزنها المفاجئ وقرب منها وهو بيسألها بقلق: مالك يا رؤى؟ ايه اللي زعلك يا حبيبتي؟ رفعت راسها وهي بتنزل دموعها وقالت بألم: مش هشوفه يا جاسر، حتى لو حملت وخلفت مش هشوفه. حضنها وهو بيقول بحزم: اللي مش هتشوفه عينك هيشوفه قلبك. قلتلك 1000 مرة انت ما عندكيش عجز، بصيرتك اقوى 100 مرة من بصرك. لو انت مش شايفة نور اللمبات فده مش عيب فيكي، نور قلبك اقوى 100 مرة من لمبة فينوس الليد. قالها بمرح عشان تضحك غصب عنها وهي بتقول بسعادة: انا بحبك قوي يا جاسر، بحبك قوي. انا حنين واتحب. قومي يلا عشان هنروح للدكتور بتاع العيون. واني برغم الظلام لست بيائس، فالفجر من رحم الظلام سيولد. النور في قلبي وبين جوانحي، فعلى ما أخشى السير في الظلماء. فاصبر كما صبر أيوب في كربه، فليس لضوء الشمس من حاجبي. الحياة كنفق طويل مظلم، خطواتك فيه كطفل صغير يحبو ببطء، يكتشف ما حوله ببراءة. البصر والبصيرة ليس وجهان لعملة واحدة، فكم من مبصر لا يمتلك البصيرة. حست رؤى بألم قوي في راسها. أول ما حست بيه بدأت تنتبه من خمول طويل. ابتسمت بحزن. هي ما بقتش قادرة تفرق إذا كانت مغمضة عينيها ولا مفتحاهم. كده كده هي مش شايفة حاجة. بدأت تفتح عينيها ببطء وتحاول تقفلهم بسرعة وهي على وشها علامات الصدمة عشان تقفل عينيها وتفتحهم تاني فتصدمها الإضاءة القوية. رفعت إيديها قدام وشها وابتسمت بصدمة. هي فعلا بتشوف. بدأت تحرك راسها بتبص حواليها وأول حاجة عينيها وقعت عليها ملامحه المجهدة. هو بيبصلها بلهفة وبيبتسم بقلق. شايفة؟ انتي شايفة يا حبيبتي صح؟ هزت راسها بالموافقة وهي دموعها نازلة عشان يقبل راسها وهو بيقول الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. بعدت عنه وهي بتبتسم وبتقول أنا شايفاك يا جاسر، أنا شايفاك، أنا مش بحلم يا جاسر صح؟ ما بتحلميش يا حبيبتي، ما بتحلميش والله، انتي خلاص عملتي العملية وبقيتي زي الفل. بصيت له باستفهام وقالت عملتها امتى؟ اخر مرة الدكتور قال لسه شوية على العملية. انا اللي قلت له يقول كده. كنت عايزك زي ما فجأة لقيتي كل حاجة اتغيرت تلاقي برضو فجأة كل حاجة رجعت زي ما كانت. انا بحبك قوي يا جاسر. بحبك كلمة قليلة قوي على اللي في قلبي يا رؤى، كلمة ما توصفش انت بالنسبة لي ايه. انت كل حاجة في حياتي،
انت النجدة اللي ربنا بعتها لي عشان يخلصني من اللي انا فيه، انت الدفى اللي بجري استخبى فيه في عز ضعفي وقوتي، انت الايد الحنينة اللي بتطبطب على قلبي في عز وجعي وضعفي، انت كل حاجة في حياتي يا رؤى، انت الاسيرة اللي انتصرت على الشيطان. لا ومش بس كده، دي اثرته في حضن عشقها. انا وانت بنفس القلب، محدش فينا يقدر يعيش من غير التاني. قلبي بينبض باسمك وقلبك بينبض باسمي. عرفتي انت بالنسبة لي ايه يا رؤى؟ ابتسمت بفرحة، لسانها عاجز انه يعبر امام امواج عشقه العاتية. كانت رؤى وايمان وحلم ونرمين وروان قاعدين مع بعض في بيت جاسر ورؤى. قالت ايمان وهي شايله ابنها الصغير على رجليها: بقى غيب سنه وارجع الاقي كل ده حصل؟ انا صحيح فرحت لما عرفت ان الواد عمرو اتجوز. قطعتها نرمين وهي بتقول بابتسامه: حسبي يا رؤى، جاسر نام في حضنك زي العاده. ابتسمت بحنان وهي بتبص لجاسر الصغير، وبعدها اتنهدت بحزن وهي بتبص لكل واحده فيهم. اخيرا رجعت كل حاجه زي ما كانت، وحلم كانت العوض لعاصم. اخيرا رجعت كل حاجه زي ما كانت، وحلم كانت العوض لعاصم بعد اللي عملته تهاني. ودلوقتي حلم في الشهر السابع. وكمان روان وعمرو، حكت لهم روان كل اللي حصل بينها وبين عمرو وازاي اتجوزته. هي بنت لطيفه عفويه سليطه اللسان، ودلوقتي هي في شهرها الثامن. اما ايمان فاخيرا رجعت مع علي زيارة قصيرة، وهيرجعوا تاني لدبي عشان علي يباشر شغله في ادارة شركات جاسر هناك. وهي كمان بالرغم انها وقفت عن انها تاخد دواء القلب، الا انها لحد دلوقتي لسه ما حملتش. اما تحت فكانوا الرجالة قاعدين بيضحكوا بصوت عالي. قال علي وهو بيضحك: بس والله كانت فكرة حلوة اننا نتجمع كلنا هنا مع بعض. ابتسم بحنان وهو بيقول بشرود: دي فكرة رؤى. وسرح فيها وهو بيبتسم غصب عنه، وده بيبقى حاله كل ما يمر طفها في باله عشان يقطع تفكيره فيها صوت الرجالة وهم بيقولوا بمرح: تيرارارا طم طم. وضحكوا كلهم وهو ضحك معاهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. مهما لطمتك الحياة بقسوتها ما تيأسش، توكل على الله فهو نصيرك وحسبك، واستعن بالله يكفيك أي شر كان حتى لو شر نفسك. لا تقنط من رحمته فهو أرحم الراحمين. الحياة اختبار كبير انت قادر على اجتيازه، فقط استعن بالله. بعد مرور 10 سنين وقفت قدام مراية اوضتها بتعدل نقابها على وشها وهي بتحط ايديها على بطنها لانها حامل، وهي بتبتسم بسعادة. حست بيه وهو بيحضنها وبيقول لها بعشق: بتضحكي على ايه؟ بصت له وقالت باستغراب: وانت عرفت منين ان انا بضحك وانا لابسه النقاب؟ قال لها وهو بيبتسم بثقه: بقالنا 10 سنين متجوزين، مش هعرف ان كنت بتضحكي من تحت نقابك ولا لا. ضحكت بدلال عشان يهمس لها بحب: قول للمليحه في الخمار ماذا فعلت بناسك متعبد. بصت له وقالت بدلال: خليته يتجنن بحبي يا جسوره. ضحك عشان تختفي ابتسامته لما فتح ابنهم الصغير رعد الباب فجاه. بعد جاسر عن رؤى وبص لابنه الصغير بحده: رعد، انا مش قلتلك بدل المرة 1000 تخبط على الباب قبل ما تدخل؟ قال رعد اللي عنده 8 سنين بعصبية: تعالى معايا بسرعة، انت قاعد تحب هنا والواد حسين ابن خاله عاصم عمال يبوس في جوري. وسعت عن جاسر بغضب وجري بره الأوضة بسرعة. خرج وراه رعد اللي بيقلده في مشيته. ابتسمت رؤى بسرعة وراحت ناحية الشباك عشان تبص للسما. كانت بتحمد ربنا في نفسها، صبرت ونالت جزاء صبرها. ثمرتهم الأولى توأم رعد وجوري، وهي دلوقتي حامل في توأم. نزلت دموعها من الفرح ولسانها ما بيقفش عن كلمة الحمد لله. اما تحت فكان رعد الصغير اللي شبه ابوه كتير كان قاعد جنب توأم وجوري وبيبص لحسين ابن خاله بغضب عشان يقول عاصم في ودن جاسر بقلق: هو ابنك بيبص لابني كده ليه؟ ضحك بثقة وقال بفخر: هذا الشبل من ذاك الأسد. بص ناحية ابنه عشان تختفي ابتسامته. بلع ريقه بقلق وهو شايف في عين ابنه الصغير نظرة الشر القديمة اللي كانت بتيجي في عينه لما بيغضب. هز راسه بالنفي وهو بيبعد الأفكار المشبوهة دي عن راسه. دقايق ونزلت رؤى واتجمعت العيلة كلها على السفرة. قال عاصم بمرح:
ناخد صورة جماعية بقى يا جماعة بمناسبة اللمة دي. ادوا الكاميرا لواحد من حراس جاسر عشان يصورهم، عشان يظهر في الصورة جاسر وجنبه رؤى وشايل ولاده رعد وجوري، ونرمين وجنبها ياسر، وياسر شايل جاسر الصغير، ونرمين شايلة بنتها الصغيرة. اما عاصم فكان واقف وجنبه حلم، وبينهم حسين ابنهم الصغير، ومجيدة وحسين وطمطم. الكل كان سعيد وبيضحك. اخد لهم الحارس الصورة وادى لجاسر الكاميرا عشان يبص جاسر في الصورة ويرفع حاجبه بقلق، وهو بيبص لرعد ابنه الصغير اللي شايف في عينه نظرة ما بتقولش انها نظرة طفل ابدا. خلصت الحلقة الاخيرة في الموسم التاني يا حلوين. يا رب تكون الرواية عجبتكم وقدرت اقدمها بشكل يرضيكم. ان شاء الله انا هفضل ورا الكاتبة دينا جمال لحد ما توافق اننا نعمل الموسم التالت. الموسم التالت ابطاله ولاد جاسر وولاد عاصم، وجاسر الصغير ابن نرمين بطل مهم جدا في الموسم التالت، واحداث الموسم الثالث شيقة جدا. عشان كده ان شاء الله هقدمه لكم انيميشن. ما تنسوش تتابعوا الرواية الجديدة، هتعجبكم جدا جدا جدا. واشوفكم على خير يا احلى متابعين. لو وصلتم معانا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش اللايك والشير وتعليق حلو منكم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.